لو أنا شغفي في الجرافيك ديزاين، إزاي ممكن أحوله لماني؟ معاكم محمد خالد والشغوفتية، ويلا بينا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم تمام. أهلا بيكم في قناة الشغوفتية. قناة الشغوفتية هي قناة بتساعدك إنك تلاقي شغفك وتطوره وتنميه، وإزاي بعد كده ممكن تحوله لمصدر دخل ليك، سواء كان مصدر الدخل ده هيكون مصدر دخل أساسي أو هيكون مصدر جانبي بجانب الدخل الأساسي بتاعك. موضوع النهاردة هنتكلم فيه إن لو أنا لقيت إن الشغف بتاعي في الجرافيك ديزاين، إزاي ممكن أحوله لماني. أهم حاجة لما شغفك يتحول بعد كده لماني ما تنساناش أول طريقة وأشهر طريقة، وهو مجال الفريلانس. مجال الفريلانس هو من أشهر الطرق إن في مجال الجرافيك ديزاين إن هو تساعدك في إنك تحول شغفك في الجرافيك ديزاين تحوله لفلوس، سواء كان الشغل ده هيكون عن طريق مواقع الفريلانس أو هيكون بره مواقع الفريلانس، سواء على السوشيال ميديا أو ناس مثلا قريب ليك. بس شغل الفريلانس عموما هيكون عامل مهم جدا في إن هو يزود الدخل بتاعك ويحول شغفك لماني. تاني طريقة معانا وهي بيع ملفات الجرافيك ديزاين. في مصممين كتير بياخدوا الملفات اللي هم بيعملوها في الجرافيك ديزاين وبيظبطوها بشكل يكون كويس جدا، بحيث ان هم ياخدوها بعد كده ويبيعوها، سواء بيبيعوها على مواقع بيع ملفات الجرافيك ديزاين او بيبيعوها لاي شخص يكون محتاج الديزاين او يكون محتاج ملف جرافيك ديزاين يقدر يعدل عليه. فتاني طريقة معانا هي عن طريق بيع ملفات الجرافيك ديزاين. تالت طريقة معانا وهي عن طريق عمل كورسات. في ناس بتشوف ان حوار كورسات المجال الجرافيك ديزاين او اي مجال عموما لازم اكون حد بروفيشنال او لازم اكون حد تقيل جدا في المجال عشان اقدر اعمل كورسات. بس لا، انت مش لازم تكون حد كبير جدا او تقيل جدا في المجال عشان تعمل كورسات. انت ممكن لو المستوى بتاعك متوسط مثلا، فانت ممكن تعمل كورسات في الاساسيات، تشرح بس للناس اساسيات مثلا فوتوشوب، اساسيات إليستريتور، اساسيات في اي برنامج من برامج الجرافيك ديزاين. الاساسيات دي او الكورس اللي انت ممكن تعمله على حاجه من حاجتين. يا اما ممكن تعمله اوفلاين، بتشوف مثلا اكاديميه محتاجه انستراكتور في مجال الجرافيك ديزاين، او بتشوف حاجه اونلاين، سواء الاونلاين دي بتكون تبع برضه اكاديميه او بيكون الاونلاين دي حاجه خاصه بيك انت اللي بتعمل الكورس وانت اللي بتسوق ليه. فمن تالت طريقه لزياده دخلك او تحويل شغفك في الجرافيك ديزاين تحويله لفلوس هي الكورسات، سواء كانت اوفلاين او اونلاين. رابع طريقة معانا وهو انك تعمل قناة على اليوتيوب، او بالاصح انك تقدم محتوى خاص بالجرافيك ديزاين او خاص بالبرنامج اللي انت بتشتغل عليه. يعني زي ما قلت في فكرة الكورسات، انك ممكن تقدم محتوى على قناة اليوتيوب. لو انت مثلا بتعمل ديزاين معين او عملت ديزاين والديزاين ده لقيت شكله حلو ولقيت ان في ناس كتير بيشكروا في التصميم بتاعك، ممكن تنزل فيديو تشرح فيه انت ازاي عملت التصميم ده. فبعد فترة وبعد ما هتنزل فيديوهات كتير والناس هيخشوا يتابعوك، هتلاقي ان في عائد مادي بيجي لك من القناة. ممكن في الاول يكون عائد بسيط، بس بعد فترة وبعد الناس ما هيعجبهم المحتوى بتاعك وهيعجبهم التصاميم بتاعتك، ممكن بعد كده يدخل لك دخل كويس. فرابع طريقة معانا في تحويل شغفك لماني في مجال الجرافيك ديزاين هي قناة على اليوتيوب. إلى هنا يا صديقي يكون قد انتهى الفيديو بتاعنا. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. وطبعا لو عندكم طريقة تانية غير اللي احنا قلناها، طبعا ما تنسوش تكتبوها في الكومنتات عشان نستفيد مع بعض كلنا. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو حابب تفيد غيرك. كان معكم محمد خالد والشوفتين.